هل حضرتك بتتدخل في تعيين الحكام للأندية المغربية أو للمنتخب المغربي؟ سيدي أنا أقول لك، أنا منذ 7 أو 8 سنوات وأنا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولو كنت أتدخل في تعيين الحكام لكان فريقي اللي هو نهضة بركان بالمناسبة من هنا أتيت لكان فاز على الأقل بلقب دوري. فريق نهضة بركان لم يفز بأي لقب دوري لحد الآن. أقصد على المستوى الإفريقي. الوطني. لا أقصد على المستوى الإفريقي. أي أنا نجيك، أنا بديت لك من الأول. أوكي. لأن التدخل في الحكام هي ثقافة. لو كان عندي هذه السلطة لأتدخل في تعيين حكام المنتخبات الوطنية لفاز المنتخب المغربي بكأس أفريقيا. يا أخي إحنا المنتخب المغربي لم يفز بكأس أفريقيا منذ 1976. كان عمري 6 سنوات. أنا ذاك كان عمري 6 سنوات. إذا كان بإمكاني أنه في عمر أقل من 6 سنوات أتدخل في تعيين حكام أفريقيا فهذا إشكال آخر ونقاش آخر. ليه الكلام ده بيطلع على حضرتك بالذات؟ على السيد فوزي لقجع؟ هذا الكلام بيتم ترديده ما بين حين وآخر. أنا إذا بغيت نتكلم فيما يتردد من أحاديث وفيما يقال هذا المستوى أتركه جانبا. أنا أتحدث داخل المؤسسات. ولا حتى تدافع عن نفسك؟ أنا أتحدث داخل المؤسسات الرسمية وقراراتها الرسمية. إذا كان هناك حكم في القارة الأفريقية تكلمت معه في يوم من الأيام أو طلبت منه في يوم من الأيام، الآن خذ آخر مباراة خاضها فريق نهضة بركان ضد الفريق الليبي والحكم بالمناسبة كان مصري محمد معروف. واش احنا تدخلنا في الحكم؟ إخوان ليبيين قالوا بأن الحكم المصري يعني تدخلت فيها الجماعة، هذا رأيهم، ولكن الواقع شيء. والكلام بإمكان أي أحد أن يبرر موقف أو وضع معين بيده. الإشكال الحقيقي اليوم هو أن نفكر جماعيا في تطوير مستوى كرة القدم ومن بينها تطوير مستوى حكامنا. والمناسبة وهني الاتحاد المصري لأنه هو إلى جانب الاتحاد المغربي هم الاتحادين الوحيدين اللي عملوا على يعني نشر الفار في البطولات الوطنية. هذا هو العمل لتطوير التحكيم الأفريقي. الآن الكل تحدث عن خطأ فادح ارتكبه حكم ارتكب في مباراة فريق جنوب أفريقيا مع فريق تنزانيا. الآن الكل سيقول رأيه والكل سيوجه أسهم اتهامه لمن يريد، ولكن أعتقد بأن المسؤولين من أبجديات المسؤولية أن يترفعوا في هذا. أنا ما حدث أن تدخلت في التحكيم حتى على المستوى الوطني طوال مسيرتي، وإن عرفت حكم واحد على المستوى القاري ولا الدولي. احنا في كأس العالم وارتكبت في حقنا أخطاء. الكل شاهد مباراة عن نصف النهاية والكل تحدث عن إمكانية ضربة جزاء وإلى غير ذلك، لكن إيمانا بقواعد الكرة وبأن الخطأ وارد وبأن الحكم إنسان لازم أن نتقبل هامش من الخطأ لما يكون الخطأ متردد. وأنا قلت لك لو كان عندنا هذا الأمر لما أقصينا تواليا من كأس أفريقيا في أدوار متقدمة جدا وباندهاش لكل المتتبعين. يعني لم يكن الإقصاء طبيعيا، الفوز بالكأس هو الذي كان سيكون طبيعيا. احنا متفقين. طبعا انا اسالك لكن سؤال، لماذا لا تدافع عن نفسك في هذه النقطه؟ ليه يعني انت هتقول انا لا اتحدث الا من خلال المؤسسات والجماهير. السوشيال ميديا دي عامل كبير دلوقتي ومؤثر في كره القدم تماما، لكن ليه ما بتدافعش عن نفسك؟ انا ادافع كلما اتيحت لي الفرصه لتوضيح الامر كل فترات طويله أو. ولكن الان كل واحد وطريقته في تدبير الامور. انا اخصص جزء كبير من وقتي للعمل واعتبر بان العمل والتطوير والمشاركه والحضور الى غير ذلك هو احسن جواب، ولكن كلما اتيحت الفرصه لتوضيح الامور كنا من المطرحين. الان القرارات التحكيميه في افريقيا متى كان عضو مغربي مسؤول في هذه المؤسسات عبر تاريخ الكاف؟ قلت لك في البدايه نقدروا نبادلوا الاماكن، احنا بدلناها الان غيرنا الاماكن. يلا بيك سؤال، منذ تاسيس الكاف لم يكن مغربي مسؤولا في لجنه التحكيم الافريقيه، لم يكن. واقول لك اكثر من هذا وذاك،
حتى لما كان المرحوم بالقولة صحيح. يحظى باعتراف لدى الفيفا وقاد مباراة هذا نهائي النهاية، كأس العالم. لم ينل هذا الاعتراف على المستوى القاري. بغيت الدراري هذا الفيديو تبارطاجها بزاف على اوسع نطاق باش يسمعوا يعني هذا التعليق وهذا التحليل ديال فوزي القجع اللي صراحه فيديو جا في وقته. كاع اللي كيقولوا راه التحكيم والكولاسه صحيح المغرب، ها الفيديو سمعوا، وفعلا لو كان التحكيم قبل وشحال هذه كنا المغرب راه داير بعض الكؤوس افريقيا ولا 5. حنا المشكله كأس افريقيا من مده ما حلمنا به من 76. اذا اين الكولاسه؟ اين تدخل التحكيم؟ اين بغيت هذا الفيديو تبارطاجا بزاف الدراري، بارطاجيو راه جا في وقته. ان شاء الله اليوم كاين الماتش ديال المغرب والكاميرون، ان شاء الله نربحوا الكاميرون يا رب ان شاء الله ونتاهلوا نصف النهائي. خلينا الاراء ديالكم على هذا الفيديو، نشوفكم فيديو جديد، تهلا.